بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. بالمقوار النهارده هنعمل احلى سمك مشوي. النهارده شايفين الشكل والطعم والريحه، والمقوار هيكون له دور معانا مهم جدا النهارده. وشويه دقه بقى مع شويه رز ابيض واحلى سمك. شايفين انا بقطعه لكم بس عشان اوريكم قلبه، واوريكم الحشوه اللي جوه، واوريكم هو ازاي مستوي وجميل. ولون السمك من جوه بسم الله ما شاء الله ابيض وتحفه وجميل، وريحته بقى جايبه من اخر الدنيا. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله تحفه. نظبط بس المنظر كده ونبتدي نشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله. معايا ايه؟ كمون وملح وفلفل اسود وتوابل سمك لو موجودة عندك، لو مش عندك خلاص ممكن تستغني عنها. معايا راس توم كبيرة كده، معايا قرنين فلفل، معايا كرفس وبقدونس وشبت. الكلام ده كله هعمل فيه ايه؟ الكلام ده كله هاخده على الكبة واطحنه كويس جدا، او في الهون زي ما انت عايزة تحبي تطحنيه اطحنيه. بعد ما طحنته كده قطعت طماطمتين كده 3 قطع صغيرة خالص، ومعايا ليمونتين كبار. هحط الكلام ده كله في بولة كده مع بعضه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. نحط الطماطم كده على الدقة اللي انا عملتها دي، واعصر عليها الليمونتين. ليمونتين كفايه قوي، يعني السمك المشوي ما بحبش الليمون الكتير، يعني زي السمك زيت وليمون. المشوي بالرده غير السمك المشوي زيت وليمون. الزيت وليمون طبعا بيحتاج ليمون كتير جدا، بس ده بس عشان كده يدي مزازه كده كويسه كده للتتبيله بتاعته او للدقه بتاعته. عملت الدقه بتاعته كده وظبطتها، هنركنها ونشوف برضه هنعمل فيها ايه مع بعض. معايا السمكية بقى، طبعا ما بتتنضفش ولا تتفتح ولا حاجة، اللي هي بتاع المشوي الردة ده ما بتتفتحش. ليه؟ ساعات لما بتيجي تقلبيها كده لما بتفتحيها بتتهري منك، والحشوة بتاعتها بتبوشها كده وبتبقى مهرية منك. النهاردة هنعملها بطريقة حلوة جدا جدا، وهنحشيها من جوه، وهتبقى شوف قشطة كده، والتتبيله بتاعتها مظبوطه مية مية. اول حاجه بقى جبتها في صينيه كده ومليتها. انا في الغالب بغسلها تحت الحوض، بس النهارده جبت الصينيه فيها شويه ميه كده عشان التصوير. وهشيل الخياشيم بتاعته كده واغسلها بقى بشويه ميه كده، وانضف كل الرمله اللي فيها وكل الايه المواد اللي فيها، الافرازات اللي فيها دي كلها هشيلها بايدي كده واشيلها كويس جدا. بتتشال بمنتهى السهوله. بعد صباعي كده ونزل صباعي كده بتنزل بيها على طول، بس شويه ميه كده واحطها بيبقى نضيف زي الفل. الخياشيم بتاعته ما شاء الله بقت حمرا وجميله ازاي. احاول اشيل اي ريم فيها، اي ترسبات فيها، اي حاجه فيها بحاول اشيلها بايدي كده. اي رمله بتبقى ايه نظيفه جدا وجميله معايا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عشان لو شلت الخياشيم، انا ممكن اشيل الخياشيم بس السمكه هتتهري مني، تفك من الراس، تفصل عن الجسم بتاعها. هي الخياشيم دي بتمسكها شويه. طيب انا عايزه اطلع بقى الحشو اللي فيها ده كله، المصارين بتاعتها والحاجه اللي في قلبها ديت، وانضفها. جبت المقوار بقى وفتحت بق السمكة كده، وهبتدي اطلع كل اللي فيها وهي مقفولة كده. شفتي بقى لما تقدمي لحد بقى السمكية مقفولة ومحشية من جوه بقى كله، يا سلام ازاي عملتي كده؟ كله عندي يقول لي كده، ازاي عملتي كده؟ ازاي بتعملي كده؟ هنبتدي نطلع كل اللي فيها بقى ايه، نخلي كل اللي فيها نظيف جدا جدا. يعني لما تروح عند بتاع السمك ما تنضفوش ولا تخليه يفتحهولك، عشان ما يتهريش منك وانت بتشوي. وكمان وهو مقفول كده ما بيطلعش دخنه بقى ولا يطلع ريحه خالص. وهنشوف مع بعض ايه ازاي السمك ما يدخنش معانا واحنا بنشويه على البوتاجاز. بطلع كل اللي فيها كده. شوفي بقى، تخيلي بتبقى مشوية والحاجات دي كلها فيها كده. يعني حتى عند بتاع السمك ما مش بيفتحها ولا حاجة، تشوفي الايه الحاجة دي فيها كده. لا احنا هنشيلها خالص ونحط مكانها الحشوة بتاعتنا، وتبقى السمكية نظيفة وجميلة، ومحدش بقى ايه يبقى مش بأذ منها وهو بياكلها ولا حاجة. والتتبيلة بتاعتها من جوه بقى هتديها طعم حاجة حكاية كده. هتخلي اللحم بتاعها مش دلع، هتخلي اللحم بتاعها طعم كده وجميل. زي ما انتم شايفين معايا كده، ببتدي بقى اسحب كل اللي فيها بالايه بالمقوار. سهل جدا، مجرد ما تدخلي المقوار خلاص، هي الحاجة اللي فيها دي بتشبك في السن بتاع المقوار، يطلع كل حاجة فيها بمنتهى السهولة.
السمك المشوي طبعا بيبقى ايه حاجة مميزة كده وحاجة صحية وجميلة، فاحنا ايه نعمله بحاجة نظيفة كده وجميلة كده. شايفين بقى بطن السمكة فاضية خالص، ما فيهاش اي حاجة خالص. هاخدها تحت الحنفية، شايفين املى البطن بتاعتها مية وافضيها، املى البطن بتاعتها مية من الحنفية وافضيها وادعكها زي ما انتم شايفين معايا كده. سهلة جدا وجميلة جدا وممتعة جدا على فكرة. احاول افضل اعمل الحركة ديت بقى لغاية ما المية اللي تنزل منها، شايفين بطن السمكة عامل ازاي، المية تنزل تبقى بيضة خالص وجميلة تعجبك كده، تحسي ان هي السمكة نطفت، قلبها بقى مفيهوش حاجة وهي مقفولة وهي جميلة جدا. خلصت بقى، خلص الكمية بتاعتي ونروح نشوف هنعمل فيها ايه مع بعض. معايا السمكة كده بالمنظر ده، طبعا منضفاها، هجيب التتبيلة بتاعتي او الدقة اللي انا مجهزاها واحشي السمكية من جوه. شفتي بقى حد بيعمل كده قبل كده؟ لا احنا هنعمل كده ان شاء الله، وهتبقى حاجة بقى يعني تحفة. هحاول ادخلها بقى الحاجة كده بتاعتي بالمقوار زي ما اكون بحشي اي محشي عادي جدا، احشيها معايا بالشكل ده كده. ما فيهاش بقى، مش هيبقى فيها اي زفارة بقى، مش هيبقى فيها اي ريم، مش هيبقى فيها اي يعني رواسب اي حاجة، لا ما فيش الكلام ده. يعني احنا بنجيب مرة شويته عند بتاع السمك، الراس بتاعته كانت ناعمة وفيها حاجات كده، يعني بصراحة رميته ساعتها. قلت لا، وانا ليه ما انا بشوي من غير دخنه ومن غير اي حاجه خالص. عملت بقى اشيل الخياشيم بقى ايه، واتبل تحتها زي ما انتم شايفين معايا كده، وادعك السمكه كده واحاول ادخل الحشو فيها من جوه كده، وهنشويه بقى ويبقى ايه بألف هنا وشفا بقى من غير دخنه ومن غير اي حاجه خالص. وخليكم معايا لاخر الفيديو وانت هتشوفوا. خلصت الكميه بتاعتي كده، فاضل شويه الدقه دول هعمل فيهم ايه، هركنهم دلوقتي ونشوف هنعمل فيهم ايه مع بعض دلوقتي. معايا الرده بقى بتاعتي ناعمه، معايا الردة ناعمة، ولازم السمكية تكون مبلولة، جسمها مبلول من بره، مندية كده يعني عشان الردة تمسك فيها. هتروح عند العطار تجيبي ايه ب5 جنيه ردة هيصك. هاتي بس ردة من بتاعة السمك اللي هي الناعمة دي، وهغلف بيها السمك بقى واكبس السمك كده بالردة عشان الردة تمسك فيه ما تنزلش من عليه بالشكل ده كده. الكمية بقى المحدودة اللي عندك السمك، والسمك انا بصراحة المشوي بحبه كبير، مش عارفة بحبش الصغير ده، بحب الكبير ده. الجريل عندي كده، عندك جريل، عندك صينية، عندك اي حاجة حطها على البوتاجاز، سخنيها جدا كويس جدا الاول، عشان انت مش عايزة ادخنها في الشقة. سخني الجريل بتاعك او الحاجه اللي هتشوي عليها جدا جدا، وبعدين وطي النار، وطي النار خليها نار متوسطه كده. من ناحيه لها مستين، من ناحيه السمك هتستوي جدا معايا وهتبقى كويسه من جوه ومن بره، ومن ناحيه تانية مش هيبقى فيه دخنه. ايه اللي بيخليه فيه دخنه؟ انك بتعلي النار فالرده بتتحرق بسرعه وتشيط، تطلع ريحه شياط. وكمان في حاجه عشان الدخنه، ما تحطيش اي ماده دهنيه خالص، يعني ما تحطيش زيت ولا تحطي حاجه. برضو الزيت من العوامل اللي بخلي السمك يدخن معانا ايه في ساعة الشوي. شايفين لونه عامل ازاي، لونه تحفة جميل ازاي. وكل شوية بقى اقلب فيه كده عشان يستوي من ناحيتين، يبقى السوا ايه موحد بتاعه. وطبعا هو كده كده السمك ما بياخدش وقت على النار ده، بسم الله ما شاء الله، خلاص بيستوي بسرعة جدا. شايفين ما شاء الله اللحمة بتاعته بيضة خالص وما فيهوش دم ولا فيه حاجة خالص كده، استوى كده خلاص. هنغزه اخرزه بالشوكة كده. لا الشوكة ما نفعتش، انا جبت السكينة عشان الجلدة طبعا بتاعت الردة بتبقى ايه ناشفة شوية. فروحت منغزاه بالسكينة كده، وهجيب صينية واطلع فيها ايه السمك بتاعي. اهم حاجة بس اتأكد ان السمك بتاعي استوى مظبوط وكويس. شايفين الدخنة يا دوب بسيطة خالص، ده في الاخر كمان في اخر الفيديو خالص، مفيش دخنة ولا في ريحة حاجة ولا في اي حاجة خالص. عملت ايه، حطيته في الصينية كده. التتبيلة الباقية بقى زودتها شوية ملح وزودتها شوية مية، وطبعا هي فيها ليمون وفيها كل حاجه. رشيت بقى على السمك كده، السمك خرمته من ناحيتين بقى زي ما انتوا شفتوا معايا، ورشيت عليه كده، وهسيبه في الصينيه بتاع حوالي من 10 دقايق لربع ساعه. عملت جنبيه بقى شويه رز ابيض كده جميل كده، وشويه سلطه وشويه طحينه، وبالف هنا وشفا يا رب للي اكله، بالف هنا وشفا ان شاء الله للي هيجرب. شايفين المنظر عامل ازاي، بيتكلم عن نفسه ما شاء الله، مش عايز اي كلام خالص، كفايه بس ولادك يشوفوه كده هيعجبوا بيه جدا. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وحصري. شايفين السمكه من جوه ما شاء الله عامله ازاي، والحشو فيها جميل مع انها مقفوله، بس حشيناها ونضفناها وحاجه مضمونه 100%.
شايفين الشكل عامل ازاي؟ بيتكلم عن نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.